مسرحية باينة قوي يعني من الاتحاد الافريقي ان هو فعلا راقب المباراة ومش عارف ايه وبشرف والكلام اللي قالوه ده، لكن للاسف ده جايبين لنا تعبان يحكم المباراة. تعبان يحكم المباراة ويحسب ضربة جزاء هي اصلا تسلل، ويقول لك احنا بنراقب المباراة بشرف. يعني الفرقتين بصراحة، نقول الصراحة لعبوا كويس ولعبوا بشرف. وصن داونز الغيابات اللي عندها مخليها اللعيبة مش قادرة تجري، وهنقول ان صن داونز لعب بشرف. الحكم بقى بجد أسوأ حكم في تاريخ كرة القدم شفته في حياتي. ما شفتش كده بصراحة. مستفز مستفز. لعيبة الهلال كانت بتلعب مع لعيبة سان داونز كونغ فو، وكان بيعدي أي حاجة إنذارات وحاجات غريبة كده بتحصل مش راضي يحسبها، وحسب ضربة جزاء هي تسلل أصلا. منه لله. وإن شاء الله بإذن الله يجيله رباط صليبي ما يدوس على رجله تاني، عشان يطاوع الاتحاد الافريقي ويفوت من الاتحاد الافريقي نفسه. يعني التفويت ما جاش من الفرقتين وجه من الاتحاد الافريقي نفسه اللي بيكره النادي الاهلي. عايزين نوصل رساله للاتحاد الافريقي ان انت يا حبيبي كاتحاد افريقي بجميع فرق افريقيا كلها، من غير الاهلي اي بطوله ملهاش لازمه. عشان تبقوا عاملين حسابكم يعني، مفيش حد في القاره الافريقيه كلها كبير للقاره غير الاهلي. خلي بالكم يعني. فانتوا عشان تخرجوا الاهلي البطوله اصلا مستواها هيقل قوي قوي قوي، والمشاهدات هتقل قوي قوي قوي. محدش هيتفرج. نسبة المشاهدة بتزيد لما الأهلي والزمالك، مع إني أهلاوي جدا، بس نسبة المشاهدة بتقل لما الأهلي والزمالك بيخرجوا من بطولات زي كده. انتوا ما عندكوش فرق في أفريقيا غير الأهلي والزمالك والله. بس حبيت أقول الكلمتين اللي أنا بصراحة كنت شايفهم طول الماتش وأنا بتفرج. وعايز أقول رسالة لعيبة الأهلي بقى. أظن جالكوا الفرصة أهو لحد عندكم، يجوا مصر هنا يفطروا احلى فطار باربع تجوان، عشان تصالحوا الجمهور وتبطلوا بقى استظراف واستعباط وتلعبوا بجد. احنا بندعمكم الفتره اللي فاتت وما بنهاجمش حد. الفرصه جات لك لحد عندك اهو. انت محتاج الثلاث نقط منه، هتبقى انت 10 وهو 10، وساعتها بقى نشوف ربنا يعمل ايه. بس كده. اهلاوي انا، والفخر ليا. السلام عليكم.